السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ربيع عيد لحلقة جديدة. حلقة النهاردة بعنوان الأهلي يهزم المصري وديرتي ماهر، وفي الزمالك لا جديد في الزريبة. بداية طبعا الأهلي النهاردة بيفوز فوز عريض على المصري برباعية نظيفة في بداية مشوار الدوري. فوز مهم جدا لأنه على المصري تحديدا اللي فيه مواجهات بقت آه، آم، مش عايزين نقول عدائية، يعني يعني مواجهات بتهم اللاعب الأهلي، ومواجهات مش يعني ممكن من بعض الأحداث مذبحة بورسعيد، وهي المواجهات بتاعت الأهلي والمصري دايما مواجهات عدائية شوية. فوز طبعا بيهم كل لعيبة كل جماهير الأهلي طبعا، لأن الأهلي كده كده الأهلاوية بيهمهم الفوز في كل مباراة، ولكن المصري تحديدا والإسماعيلي والزمالك وبيراميدز في فرق لازم بتبقى انت الفوز ليه طعم تاني يعني. فالفوز لما بيجي على مصر بيجي رباعيه وفي بدايه الموسم، دي حاجه بتسعد الاهلاويه جدا وحاجه مبهجه لينا كلنا، بالاضافه طبعا للفوز على ديرتي ماهر يعني او علي ماهر. يعني زي ما انا قلت ديرتي ماهر، يمكن احنا كاهلاويه ما عندناش مشاكل ابدا مع اي مدرب بيدرب الاهلي، كان لاعب في الاهلي يعني قبل كده وبيلعب بجديه قصاد الاهلي. ده لا بالعكس، احنا بنحب الفير بلاي وبنحب اللعيبه اللي بيلعبوا او المدربين اللي بيأدوا كويس، او اللعيبه حتى اللي بيلعبوا قصاد الاهلي بيلعبوا بجديه. عمرنا ما لومنا على لاعب او على مدرب انه يلعب فير بلاي قصاد الاهلي، لكن لما تلعب ديرتي جيم قصاد الاهلي، وده اللي بيحصل دايما مع علي ماهر، ما هياش قصه ان علي ماهر مطوشه الاهلي بس بيستعدلها بشكل كبير وزي ما بنشوفه بيقعد يتنطط على الخط، عكس مطوشه الزمالك اللي بيبقى هادي جدا، حتى انه في مباريات الزمالك في التاريخيه ما تعادلش غير مباراه واحده بس. لكن للاسف انت بتشوف النهارده يعني كميه العنف اللي بيعمله المصري دي مش حاجه مش طبيعيه يعني. ده اكيد تعليمات مدرب، خصوصا ان احنا بنشوف لعيب زي سمير فكري مثلا. احنا كنا بنشوف السنه اللي فاتت في الداخليه لاعب عمره ما شفناه تدخلاته عنيفه بالشكل ده. النهارده سمير فكري يستاهل يطرد، يستحق الطرد في 5 6 كور يعني، بيخش بعنف شديد جدا. وايضا بقى محمدي بياخد انذارين وبيطرد. برضو عمرو موسى اول ما نزل في اول كرة بيخش تدخل عنيف جدا على انكر رجل رضا سليم. حسين السيد كل الالتحامات بيطلع بكوعه في دماغ اللعيبه. فعنف زايد جدا من لعيبه المصري ضد لعيبه الاهلي، ودي يعني يمكن مش اول مره احنا نفتكر في مباراه الكاس كمان الاخيره اللي بين الاهلي والمصري. لما شفنا لعيب زي سعداوي وازاي كان دخل في بيخش التحامات عنيفه جدا مع لعيبه الاهلي، لدرجه انه دخل ضرب محمد هاني، والحكم حسب فاول. بعد الفاول راح محمد هاني زقه، فالحكم ادى لمحمد هاني انذار، رغم ان عمرو سعداوي شفناه طول عمرنا في الجونه عمره ما كان لعيب عنيف، عمره ما كان بيلعب كده مع الاهلي، عمره كان بيلعب بالعنف ده. فدي واضح انها تعليمات مدرب يعني، ان انت العب على الاهلي، ما هياش بس ان انت اضغط براحتك وهاجم، دي حاجه عاديه يعني. لكن ما تقولش اللعيبه بتاعتك ان انت العب على لعيبه على رجلين لعيبه الاهلي وعشان هيخافوا. شفناها برضو يمكن كمان في ميدو جابر، ازاي في كورتين بيخش بيكتم رجله مع مع رامي ربيعه، ومره تانية مع علي معلول. مباراة طبعا زي ما قلنا الأهلي فاز ب4. مباراة الأهلي ابتدى بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، قدامه كانوا 4: محمد هاني، رامي ربيعة، عبد المنعم، وعلي معلول. في الوسط كان بيلعب نبيل كوكا وديانج وإمام عاشور. قدام كان بيرستاو وموديست ورضا سليم. مباراة يعني تقريبا نفس تشكيل مباراة الاتحاد العاصمة اللي فات، بس الفرق ان طبعا موديست ما كانش موجود فكان بيلعب كهربا. وايضا مروان اعتقد ان دي قرصة ودن ليه، ما كانش كويس في ماتش الاتحاد العاصمة فنزل مكانه كوكا. بعد كده بقية الفرقة هو نفس التشكيل، وكان حسين شحات طبعا كان غايب، وكان لعب بداله تاو لانه بدلوا الادوار يعني. يمكن حسين شحات غايب المره دي، تاو كان جاي من رحله سفر المباراه اللي فاتت، فكان صعب انه يبدا المباراه يعني. الاهلي طبعا في الشوط الاولاني رضا سليم النجم المباراه الاول، يعني احنا قلنا المباراه اكتر من نجم. منهم طبعا بيرستاو اللي احرز هدفين واللي خد رجل المباراه فعلا او خد مان اوف ذا ماتش، لكن كان ايضا رضا سليم في رايي الشخصي هو الافضل، وكان معاه امام عاشور برضو طبعا بيرستاو الثلاثه.
الهدف الأول أحرزه إمام عاشور في الدقيقة 42 من اسيست ولا أروع لإمام عاشور. الهدف الثاني أحرزه بيرستاو من اسيست لمحمد هاني، والثالث اسيست رائع من إمام عاشور أحرز منه تاو الهدف الثاني ليه والثالث للأهلي، والهدف الرابع أحرزه كريم فؤاد في آخر المباراة من اسيست من أحمد عبد القادر. مباراة يمكن الأهلي لعب زي ما قلنا التشكيل اللعب بيه ده، وفي آخر في دقيقة 81 تقريبا 81 فعليا يعني خرج 5 اللي هم كانوا بيرستاو مودست ورضا سليم وكوكا. بيرسي تاو مودست وكوكا وإمام عاشور. بيرستاو مودست ورضا سليم وإمام عاشور وكوكا، ونزل مكانهم مروان عطية وقفشة وعبد القادر وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر. نقدر نقول 16 لعيب لعبوا بشكل جيد. يمكن مودست لسه ما انسجمش مع الفرقه وما جاتلوش فرص كتيره، ما فيش غير كوره جات له انفراد لعبها طلعها عمرو موسى مع خط الجون بعد ما خبط في جون محمود جاد وهي في طريقها للجون طلعها عمرو موسى. غير كده يمكن في كرة تانية جلة فيها قدام المرمى، لكنه برضه لسه يعني ما خدش على اجواء المباراة وما خدش على اللعيبه، ولسه مش عارف اللعيبه بتلعب ازاي، فما خدش على المباراة. لكن عموما ال 16 لعيبه ادوا بشكل جيد جدا. مباراة زي ما قلنا في اهميتها ان انت بتجيب 4 اجوان في اول مباراة بترسل رسالة لجميع الاندية ان الاهلي موجود، وان شاء الله الاهلي هياخد الدوري زي ما بدأ اول اسبوع باذن الله هو الاول. فان شاء الله هيكمل لغايه نهايه الموسم على المركز ده وياخد الدوري لنهايه الموسم. على الجانب الاخر بقى في نادي الزمالك، والمشاكل طبعا كتيره في نادي الزمالك، لكن الجديد ان يمكن يعني الجديد هي الحوار اللي كان عمله اوسيريو كارلوس اوسيريو في ماركا الاسبانيه، اللي قال ان لعيبه الزمالك بيسهروا على السوشيال ميديا وبيشربوا الشيشه. طبعا ده بيفكرنا بحديث الراحل المعزول مرتضى منصور لما قال على فتوح وعبد الله جمعه بيشربوا الشيشه، فبيشربوا حشيش. فطبعا ما بين الشيشه والحشيش يعني على نفس الخط، بنتكلم في نفس الخط. ده اعتقد اهم مكان في الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.